لو عايزين نسهل إدارة الانفراستراكشر بتاعتنا فأكيد هنستخدم التيرافورم، الأداة اللي غيرت في طريقة إدارة وتطبيق الانفراستراكشر بتاعتنا. فالفيديو بتاعنا متقسم كالآتي: أول حاجة هنتكلم عن إيه هو التيرافورم وبنستخدمه في إيه، وبعدين هنتكلم عن الاختلاف الجوهري ما بين التيرافورم والأنسبل، وبعدين هنتكلم عن التيرافورم اركتكتشر وبيتكون من إيه، وأخيرا هنشوف مثال بسيط للكونفيجريشن فايل بتاع التيرافورم بيكون شكله عامل إزاي. قهوتكم الحلوة اللذيذة وورقة وقلم وتعالوا. كتير مننا بيسمع عن حاجة اسمها التيرافورم وبتلاقي دايما السؤال ده بيتردد في دماغنا: إيه هو التيرافورم ونستخدمه في إيه؟ ببساطة التيرافورم هي اوبن سورس تول بنستخدمها عشان نقدر ندير ونعمل اوتوميشن للانفراستراكشر بتاعتنا. والميزة في التيرافورم انها معتمدة على حاجة اسمها declarative language، بمعنى اننا مش لازم نصرح بكل خطوة ممكنة عشان نقدر نعمل اوتوميشن للانفراستراكشر بتاعتنا. فكل اللي احنا محتاجين نعرفه ايه اللي انا عايز اشوفه في النهاية، والتيرافورم هيقدر يحدد ازاي ينفذ الخطوات اللي محتاجها عشان يطلع النتيجة النهائية المطلوبة. طيب ازاي يعني التول دي بتشتغل عشان تعمل اوتوميشن ديبلويمنت للانفراستراكشر بتاعتي؟ تعالوا ناخد مثال دلوقتي. انا كديفوبس انجينير معايا الابلكيشن بس عايز ابني انفايرمنتس عشان ابتدي اطبق عليها الكونتينرز بتاعتي. فالانفايرمنت دي هيبقى عليها شويه سيرفرز. فمثلا لو السيناريو بتاعي اللي انا عايز ابني ديف وتست وبرود انفايرمنت، فانا محتاج ابني واحضر الانفراستراكشر بتاعتي. وده هيتضمن اننا نحضر الاتي: اول حاجه نجهز البرايفت نتوركس المطلوبه، وبعدين نطبق الفيرتشوال ماشينز او الكلاود انستنسز، وبعدين نبتدي نعمل كونفيجريشن للسكيورتي، بعد كده نعمل انستول للدوك. وده اللي بنقول عليه الانفراستراكشر بروفيجننج، وده اللي التيرافورم تول مسؤول عنه. وبعد ما كل ده يخلص ساعتها نقدر نطبق الكونتينرز بتاعتنا على السيرفرز دي. فإننا نجهّز ونطبّق الservers دي شِق، وإننا نطبّق الcontainerized application بتاعتنا ده شِق تاني. فكده الTerraform سهِّل علينا إننا نقدر نطبّق نفس الكلام في الenvironments التانية زي الstaging والproduction. وكمان لو عايزين نscale الenvironment بمعنى إننا عايزين نزوّد الservers المتاحة، فالTerraform برضه سهِّل المهمة دي، لإن من خلاله نقدر نعمل scale للenvironment بتاعتنا بشكل سريع وفعّال، والأهم إنها بتبقى مُحددة. والجزئية دي عاملة لخبطة لناس كتير جدًا، ونبتدي نسأل نفسنا طيب دلوقتي إيه الفرق ما بين الأنسبل والTerraform؟ يعني ما أنا كده ممكن أستخدم الTerraform بس الاتنين أنا حاسسهم شبه بعض. والصراحة ده سؤال منطقي جدًا، لإن الاتنين بنستخدمهم للinfrastructure as a code، والاتنين بنستخدمهم عشان نعمل automation للinfrastructure. بس الاختلاف الجوهري هنا إن الTerraform بنستخدمها عشان نعمل provision للinfrastructure اللي هي من أول الservers لحد أمّا نطبّق الoperating system. على الصعيد الأنسبل فهي configuration management tool بنستخدمها عشان نعمل configuration لأي حاجة فوق الoperating system بتاعنا. فكده معناها إن الاتنين بيسلّموا المهام لبعض. Terraform بتبقى مسؤولة إنها تعمل provisioning للinfrastructure، والأنسبل بنستخدمها عشان نعمل configuration للservers دي. وهنتكلم عن الأنسبل بشكل مفصّل في فيديو تاني لوحده، فما تنسوش تعملوا subscribe عشان أول لمّا الفيديو ينزل تقدروا تشوفوه على طول. طيب الكلام ده جميل جدًا، بس هو إزاي الTerraform ده بيشتغل والarchitecture بتاعه عامل إزاي؟ الTerraform بيتكوّن من جزئين أساسيين. أول حاجة الcore، والcore بتاع الTerraform بيخش له حاجتين. أول حاجة الTerraform configuration اللي هو أنا عايز أعمل create لإيه أو أعمل configuration لإيه، وده اللي حضراتكم كDevOps engineers بتحضّروه. وتاني حاجة الstate، بمعنى الsetup بتاع الinfrastructure بتاعنا شكلها عامل إزاي. والكور هنا يبتدي يحط بلان ازاي التيرافورم هيبتدي يشوف ايه المهام اللي هو محتاج يعملها، فيبتدي يشوف الستيت بتاعت الانفراستراكشر ويعمل مقارنه بالكونفيجريشن فايل، وعلى اساسه يبتدي يحط البلان عشان يشوف التيرافورم محتاج يعمله عشان يطلع النتائج النهائيه اللي احنا عايزينها. اما الجزء الثاني هو البروفايدرز، بمعنى اننا هنشغل التيرافورم مع ايه أو هنعمل integration مع إيه. زي مثلًا الprovider بتاعتنا ممكن تكون AWS أو Azure أو أي cloud provider تاني، وممكن الprovider يبقى الKubernetes أو أي orchestration tool تانية. فكرة إن الTerraform يعرف يعمل integration مع الproviders عشان يعمل access للresources بتاعة الprovider ده، اللي بيعمل integration معاه عشان الTerraform يعمل المهام الinfrastructure provisioning. فكده أمّا الكور يبتدي يعمل حاجة اسمها الexecution plan، هيبتدي يستخدم الproviders اللي معمول integration مع الTerraform عشان يبتدي ينفذ الخطة دي.
تعالوا بقى نشوف إزاي الconfiguration file بتاع Terraform شكله بيبقى عامل إزاي وأقراه إزاي أصلًا. ده مثال بسيط لشكل الTerraform configuration file. فمثلًا إحنا بنعرف إن الprovider اللي هيستخدمه الTerraform هو الAWS، ومن خلال الprovider ده اللي هو الAWS Terraform هيستخدم الnetwork resource بتاعته عشان نعمل configuration للprivate network بتاعتنا. وده اللي بنقول عليه الdeclarative language، إن إحنا بنعرف أو بنعرّف إحنا عايزين نوصل لإيه من غير ما نقول إزاي، والTerraform هيعمل الplan المطلوبة ويستخدم الprovider والresources بتاعته عشان يوصل للنتيجة النهائية. وده كان باختصار يعني إيه Terraform. سلام.